بداية فيديو جديد ضرب نار. ايه ازيكم يا صحابي يا جامدين، عاملين ان شاء الله بخير. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد رأس السنة الجاية جديد. يا جماعة احنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن قصة لعبة روبلوكس. ايوه زي ما سمعت كده، قصة لعبة روبلوكس وازاي اللعبة بدأت تنتشر وازاي بقى بيلعبها ملايين اللعيبة. بس قبل ما نبدأ القصة يا ريت تضغط لايك وسبسكرايب والاشتراك يعني. واللي انت متابع من كمان مين عشان قناتنا توصل 25,000 مشترك او 25 مليون مشترك. هنفتح يا جماعة نوصل 100 مليون متابع مصري. يعني مثلا عايز يا جماعة بس هقول لكم قصتي يوم 6 يوليو اللي هو 6/7 الساعة 7 ينزل قصتي يعني ازاي انا ابقى يوتيوبر. اقول لكم ان احلامي يوتيوبر دي اقولها لكم في يوم 6 يوليو. فيلا يا جماعة نحكي قصة روبلوكس. القصة بدأت يا جماعة، الحكاية بدأت يعني من سنة 2004. كان في مخترعين اسمهم ديفيد بازوكي وإيريك كاسل. ديفيد بازوكي هو رئيس تنفيذي لشركة روبلوكس، يعني هو صاحب لعبة روبلوكس أساسا يعني. فإيريك كاسل يبقى شريك والمطور المشارك إيريك كاسل. فأقول لكم تاريخ ميلادهم وقصة حياتهم. أولا ديفيد بازوكي اللي انتوا شايفينه، ديفيد بازوكي يا جماعة اللي هو شعره أبيض ده اتولد يوم 20 يناير 1963. أما إيريك كاسل فهو بعد ديفيد بازوكي ومولود يوم 12 أو 7 ديسمبر 1987. فيا جماعة هما اتنين أساسا اختاروا روبلوكس من زمان، يعني من سنة 2004 ما كانش اسمها روبلوكس أصلا. ازيكم يا صحابي الرائعين. اهو يا جماعة كان اسمها في البداية يا جماعة في سنة 1989 مكتوب عليها فيزيك، يعني فيزياء ممكن تتفاعل معاها. دي كانت داينا بلوكس. شفتوا يا جماعة بقى في البداية ما كانش اسمها روبلوكس وكان اسمها داينا بلوكس. كان اسمها في البداية انتر فيزيك. والتانية كانت في سنة 2003 مكتوبة دانيا بلوكس. دي كانت من سنة 2003، يعني من 21 سنة أكثر 22 سنة. اللعبة بقالها 22 سنة معمولة. هو يا جماعة يا عم الحاج روبلوكس دي مش مجرد لعبة عادية، بالعكس دي منصة ضخمة بتخلي الناس تلعب وتعمل ألعابها بنفسها. لأنها كده عدد مشترك كبير أوي. تعالى أحكي قصتها وتطورها كده بالبلدي. قصة روبلوكس قصة بدأت سنة 2004 من 21 سنة، لما واحد اسمه ديفيد بازوكي وصاحبه إيريك كاسل المطور المشارك إيريك كاسل قرروا يعملوا حاجة مختلفة. عايزين يعملوا متوسط يتعلم فيها الأطفال والناس بشكل عام الفيزياء والهندسة بطريقة ممتعة زي التصادم والرياضة. نزل في الأول كانوا مسميينها دينا بلوكس.
بلوكس داينا بلوكس. كانت الفكرة انك تقدر تبني حاجات بالمكعبات وتجربها. بعد كده في سنة 2005 حسوا ان اسم داينا بلوكس تقيل شوية ومش سهل يفتكروه، فغيروا اسم روبلوكس اللي جه من كلمتين روبوتات مكعبات. ومن هنا بدأت روبلوكس اللي نعرفها دلوقتي. اللعبة نزلت تسمية سنة 2006 وفي الأول كانت بسيطة جدا، بس مع الوقت بدأت تكبر وتتطور بقى فيها ناس كتير بتدخل وتعمل ماباتها الخاصة بيها باستخدام برنامج روبلوكس ستوديو. بيجي مع اللعبة ده برنامج تقدر تبني بيه أي حاجة تغير باستخدام مرتبطات دي. دلوقتي روبلوكس بقت منصة على أوروبا فيها ألعاب عمالة دلوقتي روبلوكس بقت منصة عملاقة فيها ملايين الألعاب عاملها مستخدمين من كل حتة في العالم. انت ممكن تدخل تبني تلاقي عربية سياق عربيات ولعبة تانية تبني فيها البيوت. بعد كده يا صاحبي يا جامد، انت لو عايز قصة روبلوكس يا صاحبي يا جامد خليك يا جماعة نستنى جيميناي الذكاء كرنفال صيفي يا جماعة، الحقوا البروكلين عملت كرنفال صيفي يوم خميس 3 يوليو. للأسف يا جماعة المطور المشارك إيريك كاسل توفى يوم شهر فبراير. ده توفى في فبراير 2013، يعني من 12 سنة. بقاله 12 سنة متوفي. سبب المرض هو مرض السرطان. فديفيد لسه عايش، يمكن إيريك كاسل متوفي. يعني قبل ما يموت كان إيريك كاسل كان بيحب اللون الأزرق، وأنا كمان وأنا كمان لوني مفضل الأزرق. يا ابن اللعيبة يا إيريك كاسل. لو انت بتلعب روبلوكس يا صاحبي يا جامد، انصحك يا صاحبي يا جامد ما تتكلمش عن اللوجو الجديد وحش. انا بحب اللوجو ده قوي. يعني انا يلا يا جماعة نكمل قصة روبلوكس. دي إيريك كاسل مولود يوم 17 ديسمبر 1987. يلا يا جماعة يلا اصحابي يا جامدين، يلا يا جماعة شايفين اتطور الشكل روبلوكس. بصوا مين؟ يلا انا هحكي لكم. يلا ده من 1989، ده من 2003، وده من 2003 ل 2004. الشعار داينا بلوكس. من 2004 ده اسم لعبة روبلوكس. 2004 and 2005 ده شكلها. 2005 and 2006 ده كان شكلها. في 2006 ناقص 2009 ده شكله روبلوكس. شكله روبلوكس صغير مع انه نفس البتاع. يا جماعة ده شعار روبلوكس. بصوا اللوجو بتاع روبلوكس كان بحرف الآر. ده من 2004 ل 2005، من 2005 ل 2006، 2006 ل 2009، 2009 ل 2011، 2011 ل 2015، 2015 حرف R. ده من 2015 ل 2017. ده اللوجو ده من 2017 ل 2018. يا نهار ابيض يا جدعان، ده اللوجو ده بيتحول، بس غيروه وحطوا حرف R.
خطين مربع يعني، بس دي لعبة عالمية يعني. وده من 2018 2019 ل 2020 ل 2022. ده كان شكلها بس وحش، بس ده بقى احلى. ويلا يا جماعة يلا اهو، ده من 2005 دلوقتي 2025. وانا عارف يا جماعة انكم بتحبوا الشعار القديم، فانتم عايزينه يرجع. بس معلش يا جماعة، هو ديفيد غيره بس عشان عمنا ديفيد غيره بس عشان تكريم للمطور. مش في اسباب خلت ديفيد يعمل كده. اولا تكريم المطور المشارك إيريك كاسل. يا جماعة هو اللي ساعده في انه يعمل روبلوكس يا جماعة. فديفيد بازوكا يا جماعة هو يا جماعة اصلا هو اللي عشان تقييم مطور مشارك إيريك كاسل، عشان هو شارك لتطوير اللعبة روبلوكس. ومع انه جاله مرض السرطان من زمان ومات من 12 سنة يعني يا جماعة. وممكن بقى يا جماعة عشان صاحب عشان إيريك كاسل بس بيحب قبل ما يموت كان بيحب اللون الأزرق. والتاني سبب هو ان الروبلوكس بيحاول يقلد شكل الديسكورد اللي هو دردشة بين المتابعين والجيمر واليوتيوبر جيمز زي علي وتوتي جيمينج، كوكي موفيز، روان وريماس اند مالك، وزي السلطانة، زي ابو علي جيمينج، زي ميجو 9. كل دول، كل الشخصيات، كل اليوتيوبر دول زي قيصر وشاور. انا هاكل قيصر صح، قيصر وشاور يا جماعة. فالديسكورد ده منصة كده تقعد تدردش مع اليوتيوبر اللي انت بتابعه. فالروبلوكس هي بتقلد شكله، وفعلا الروبلوكس بقت شبه الديسكورد. ده السبب يا جماعة ان الناس كتيرة ناس كتيرة مجنونة كده، لا مجنون، بتقول ان روبلوكس شبه الصعيد. بس هما يا جماعة